أهلا وسهلا بيكم في مجموعة حلقات رولت. هنتكلم النهاردة عن مشروع مميز لشخصية مميزة، مشروع بريفادو مدينتي. استنونا. مشروع بريفادو من المشاريع المهمة جدا لشركة هشام طلعت مصطفى. هشام طلعت مصطفى من الناس اللي عملت مشاريع ممتازة في مصر الفترة اللي فاتت، زي الرحاب، زي مدينتي، والنهاردة بيكمل في مدينتي بريفادو. بريفادو يعتبر من المشاريع مميزة جدا، لأن كمان مدينتي بقت مدينة مميزة، مدينة فعلا عالمية على أرض مصرية. لو اتكلمنا عن حبة المميزات اللي موجودة جوه مدينتي، مش موجودة جوه يمكن مدن كتيرة من المدن الجديدة اللي موجودة النهاردة. هنقول إن فيها شبكة صرف أمطار على مستوى رائع جدا جدا. فيها كمان خزانات لتحلية مياه الصرف علشان يقدر من خلالها انه يزرع كل اللاندسكيب اللي موجود جوه المكان من غير مياه حلوة، فبيحافظ على مياه النيل. نقدر كمان نقول ان فيها خزانات عملاقة. الخزانات دي تقدر تعيش مدينتي وبريفادو لمدة 24 ساعة من غير ما تحتاج مياه حلوة من بره. الفكرة كلها باختصار ان هو عمل مدينة متطورة جدا على احدث النظم العالمية. قدر ان هو ينافس، وقدر ان هو يدخل جوه السوق بشكل قوي مميز، وقدر النهاردة يقدم مدينة فعلا تستحق ان انت تشتري فيها. بريفادو سعر المتر تقريبا بيبقى في حدود 20,000 جنيه. المشروع بدأ 2019 وهيتسلم 2024. سعر المتر يعتبر بالنسبة للخدمات اللي احنا بنتكلم فيها، مع اللاندسكيب، مع المساحات الفاضية الكتيرة اللي هو سايبها في الكومباوند مش مستغلها في المباني، لما نيجي نحمل الكلام ده كله على بعض هنعرف ان السعر ده يعتبر سعر ممتاز جدا. وكمان اللوكيشن مكان محترم خالص. 20,000 جنيه انت مستفيد بيهم جدا في خدماتك، مستفيد بيهم جدا في المكان، وكمان هتستفيد بيهم جدا كاستثمار. المساحات بتبتدي من 60 متر ل 180 متر، والمساحات متنوعة، فتقدر تستغلها زي ما انت عايز، وتقدر تاخد حاجة على قدك أو تقدر تاخد حاجة كبيرة شوية على حسب السيولة اللي موجودة معاك. الجديد اللي قدمه هشام طلعت مصطفى علشان مرور 50 سنة على تأسيس الشركة، فتح فترة القسط ل 13 سنة. فترة قسط محترمة، تقدر تقسط براحتك، وتقدر كمان تسكن وانت لسه بتقسط، لانك هتستلم 2024. كمان انت ممكن تلعب جوه كومباوند بسياسة من السياسات اللي احنا اتكلمنا فيها، وتشتري فيلا وتبقى مضاربة كبيرة، لان الفيلا عددها قليل بالنسبة لعدد الشقق اللي موجودة. فتقدر انك تاخد فيلا، وبتقدر تدفع مقدم في الفيلا 250 ألف جنيه وتستلم بعد 4 سنين. بالنسبة للشقق تقدر تدفع 60,000 جنيه وهتقسط الباقي وهتستلم 2024. لو جينا نحسبها مع بعض، بالعكس أنا مش خسران، أنا كسبان، وكسبان كويس قوي، لأن سعر بريفادو هيعلى جامد الفترة اللي جاية، وخصوصا علشان قربها من طرق رئيسية زي طريق السويس والدائري الإقليمي، وكمان مرور المترو أو القطر الكهربائي على مدينتي. السعر ده هيكون مميز بالنسبة للخدمات. السعر ده هتكسب من وراه كتير. ادخل واستثمر وغامر وما تخافش. ممكن تستغل كمان المكان في انك تدخل بسياسة المضاربة الكبيرة، انك تقدر تدخل بسيولة جوه مكان واحد تستثمر فيه وتكسب. ما تفوتش الفرصة. العروض دلوقتي كويسة، الأسعار النهاردة كويسة، بكرة الأسعار بتعلى ومش هتعرف تستثمر، ومش هتعرف تدخل السوق العقاري بسهولة. هتحتاج فترة أكبر علشان تقدر تجمع وتدخل تستثمر. أتمنى أن تكونوا استفدتوا، وأتمنى أن يكون الجيم عجبكم. استنونا في الحلقات اللي جاية، هتستفيدوا معانا كتير، وهتعرفوا عن مشاريع أكتر، وهتفهموا تفاصيل جوه كل المشاريع. في آخر الحلقة بتقدم بالشكر للراعي الرسمي لينا، شركة جولدن إيجل ومجموعة شركات الاستثمار الراعاة لينا. وأتمنى إن انتوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.